سوخوي اليمن، نسر السماء، شبح المعارك الذي لا يرى ولا يقهر. طائرة هجومية لا تعرف الرحمة خرجت من رحم السوفييت لتصبح كابوسا يحلق فوق رؤوس الأعداء. طائرة هجومية روسية خرجت من مصانع الحرب السوفيتية لتكون المطرقة التي تسقط التحصينات وتمزق الخطوط وتفرض الهيمنة من الجو. كانت في حوزة اليمن، نعم اليمن، لكنها اختفت فجأة كأنها شبح عبر في سماء الشرق الأوسط وترك وراءه أسئلة حارقة. أين اختفت طائرات السوخوي اليمنية؟ ولماذا لم تستخدم في الحرب الكبرى التي يشهدها اليمن منذ 2015؟ وهل كانت ستقلب المعادلة لو بقيت في الخدمة؟ في هذا التقرير الخاص نفتح خزائن الأسرار ونكشف القصة الكاملة لطائرات السوخوي في اليمن. من أين جاءت؟ كيف كانت؟ ولماذا يخشاها الجميع حتى بعد غيابها؟ في أواخر الثمانينيات ومع تصاعد النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط، تلقت اليمن دفعة من المقاتلات الروسية، من بينها طائرات سو 22 وسو 24 ضمن اتفاقيات تعاون عسكري تهدف لتعزيز القوة الجوية اليمنية. طائرات السوخوي التي استلمت كانت مخصصة للهجمات الأرضية الثقيلة، مزودة بقدرات تدميرية هائلة وسرعة اختراق عالية وقدرة على الطيران على ارتفاعات منخفضة لتفادي الرادارات. كانت هذه الطائرات أشبه بمطارق جوية تضرب بدقة وتنسحب قبل أن يلتقطها العدو. لنفهم مدى قوة هذه الطائرات يكفي أن نلقي نظرة على سو 22، النسخة التصديرية من سو 17 السوفيتية. هذه الطائرة كانت بطول 19 مترا وتصل سرعتها إلى حوالي 1.4 ماخ، أي ما يقارب 1700 كيلومتر في الساعة. تستطيع حمل أكثر من 4 أطنان من الذخائر، تشمل صواريخ جو وأرض موجهة، قنابل عنقودية، قنابل انزلاقية، مدفع رشاش داخلي عيار 30 ملم. أما سو 24 فكانت أكثر تطورا وتستخدم في مهام القصف الاستراتيجي بمدى يصل إلى أكثر من 2000 كيلومتر. طائرة هجومية ثقيلة مزودة برادارات متطورة وقدرة على التحليق الليلي ووسط العواصف، وهي نفس الطائرة التي ما زالت روسيا تستخدمها في حرب أوكرانيا اليوم. رغم هذه القوة لم تستخدم السوخوي اليمنية بالشكل الذي تستحقه. بعد حرب الخليج وتدهور الاقتصاد اليمني بدأت أعمال الصيانة تقل، وخرجت الكثير من الطائرات عن الخدمة تدريجيا. ومع حلول عام 2015 لم يسجل أي نشاط جوي فعلي لطائرات السوخوي اليمنية، رغم أن بعضها لا يزال يحتفظ به في قواعد جوية كمخزون استراتيجي أو قطع غيار. السؤال الذي يطرحه كثيرون اليوم: ماذا لو كانت هذه الطائرات لا تزال في الخدمة اليوم؟ تخيل ضربة جوية بطائرات سو 24 تستهدف قواعد التحالف أو سفنه في البحر الأحمر. تخيل هجوما صاعقا بارتفاع منخفض لطائرة سو 28 يضرب منظومات دفاعية متطورة ويعطلها. تلك الطائرات كانت ستمنح اليمن قدرة هجومية استراتيجية تضاهي قدرات بعض الجيوش الكبرى، خاصة مع الدعم التقني الذي يمكن أن يقدم من إيران أو روسيا. الأهم أن وجودها كان سيعني امتلاك اليمن لقوة ردع جوية حقيقية تتجاوز حدود المسيرات وتفتح بابا لفرض السيادة على أجزاء كبيرة من المجال الجوي. اختفاء هذه الطائرات لم يكن فقط بفعل الزمن أو التقادم، بل كانت هناك ضغوط دولية خصوصا بعد 2011 لمنع إعادة تأهيل أي قوة جوية هجومية في اليمن، خاصة أن بعض الطائرات كانت لا تزال قابلة للإصلاح. وبحسب بعض التقارير فإن طائرات السوخوي التي كانت متمركزة في قاعدة الحديدة وتعز وصنعاء تم تفكيكها أو تعطيلها عمدا خوفا من استخدامها في الحرب الحالية. طائرات السوخوي اليمنية كانت حلما جويا حقيقيا، لكنها أخفيت قبل أن تكشف عن أنيابها. واليوم في ظل تصاعد الأحداث يتساءل المراقبون: هل يمكن أن نشهد عودة هذا السلاح إلى السماء؟ هل من الممكن أن تبعث السوخوي اليمنية مجددا كما بعثت الميج 29؟ السماء اليمنية لا تزال مشتعلة،
والتاريخ لا ينسى الطائرات التي لم تقاتل بعد، فهل تعود؟